تشوف السبونسر مثلا، سبونسر اكس هو السبونسر للبطل ده امتى وهو رايح البطوله. طب هو ليه السبونسر ده ما يبقاش راعي رسمي ليه قبل البطوله ب10 سنين؟ فاحنا لو عندنا سبونسر قوي وبيدعم ومؤمن بفكره طويله الاجل، انت هتقدر توصل اللي انت عايزه. ده بقى على مستوى البيزنس، على مستوى الاولمبياد. محمد السيد مثلا والده كان هو السبونسر. احنا محتاجين نكون جروبات تدعم الكيانات الصغيره في البيزنس، في الافراد، في البطولات، بحيث ان هي تبقى مؤمنه انها هتدفع كتير في الاول لكن هتجني ثمار في الاخر. هنا هيبقى عندنا مخزون من الابطال. الاولمبياد هي معيار، لان المجتمع ده عنده ازمه في التعامل مع اي حاجه طويله الاجل. انت ممكن تكون بتدمر نفسيه مش الشخص يا عم اللي بيعمل البطوله، ابوه، امه اللي عماله تتعب عليه وصرفت فلوس وضحت وقتها. انت تتعامل معاه على انه كان المفروض يجيب ارقام قياسيه، انت جبت كام رقم قياسي؟ طب انت عامل ايه في شغلك؟ طيب احنا بنبص على المنتج النهائي. احنا بنبص لمحمد صلاح وصل اللي هو فيه ده، او محمد النني في يوم وليله. لو جبت بتاع الاولمبياد ده عايزه وهو عنده 22 سنه يجيب لك ميداليه ذهبيه، يعني عايز ترجعي بيك 10 سنين. احنا ممكن نشتري شقه وندفعها بالقسط لمده 10 سنين، لكن نربي اولادنا على عادات معينه لمده 10 سنين واحتمال في الاخر ما يوصلش اللي هو عايزه. الموضوع مش بالسهوله اللي الناس متخيلها. فكره ان انا يبقى عندي بطل معناها ان انا عندي درجه استعداد عاليه. انا عشان احقق حاله نجاح في اوبورتيونيتي كوست، في تكلفه فرصه بديله، في تضحيه من وقتك ومن دخلك عشان ابنك يبقى بطل. انا عمرو حافظ بتكلم عن البيزنس. لو حابب تتابعنا هتلاقينا موجودين على كل المنصات. شكرا جدا ليكم.